مساء الدلع يا مساء الفل يا مساء كل حاجة حلوة لعيونكم. وحشتوني جدا جدا جدا. لو انت لسه جديد في القناة مستني ايه؟ حط لايك للفيديو ده وانزل على طول من الزر الاحمر تحت الفيديو حط اشتراك. ان شاء الله هتلاقي حاجات حلوة جدا هتعجبك في القناة عندي. اول حاجة الفيديو النهاردة فيديو بسيط، مش هنعمل روتين ولا هنعمل اي حاجة. هقول لكم الحاجات الميك اب اللي اي بنوتة لسه بادئة تحط ميك اب تجيب ايه، واقول لكم برضو تجربتي في الحاجات اللي استعملتها في فترة جوازي او الحاجات اللي جبتها في جهازي وفرقت معايا بشكل كبير جدا. ايه هي الحاجات بقى دي يا روبي؟ هقول لكم واحده واحده. انا من الناس اللي مش بستعمل ميك اب كتير، يعني مش هتلاقي عندي فرش كتير، مش هتلاقي عندي ميك اب كتير، اي شادو لا مش هتلاقي الحاجات دي عندي. أنا عندي اساسيات الميك اب في نفس الوقت بيخلي شكلي طبيعي، وانا بحاول استعمل الحاجات الطبيعيه، جل الصبار، الكريمات الطبيعيه، ماسكات طبيعية أحسن، عشان الميك اب والحاجات دي بتجهد البشرة بشكل كبير جدا. فأول حاجة نبدأ بيها الحاجات اللي حلوة اللي نفعت معايا وجابت نتيجة حلوة. بصوا الروج ده، الأرواج دي، بص دي وده نفس البراند اللي هو اسمه بيوتي موديل. عايزة أقول لكم من أحلى أنواع الأرواج اللي استعملتها في حياتي، حلوة جدا جدا جدا، طري جدا على الشفايف. وبصوا ده اكتر واحد انا حطه منه، لانه اللون ده حلو جدا جدا اهو، طري طري طري. عارفين انتوا في ارواش كده ناشفه بتحس ان هي بتخلي شكل الميك اب مش الشفايف مش حلو، وبتنشفها وبتحس ان انت متضايقه وانت حطاه. فده بصراحه تحفه. انا كنت جايبه ده الواحد ب25، بس كان جميل جدا بصراحه. ويومها انا جبت ده وجبت اللون ده كمان. اللون ده حلو برضو جميل قوي. عارف اللون اللي هو البني الفاتح خالص او البيج، يعني تحفة يعني بصراحة، حلوين قوي بصراحة ما بستغناش عنهم. بصوا بقى اهو ده الارواج اللي انا قلت لكم عليها حلوة. بصوا بقى ده بصوا ده مش حلو ازاي؟ ده اللي هو روج السايل، مش حلو، بينشف الشفايف وبيلزق على الشفايف وبيضايق جدا، وانا حطاه ببقى متضايقة جدا جدا جدا. ده السايل اللي بتحطيه. بصوا انا هفتحه واوريهولكوا. بصوا بقى ده اهو، ده اللي بقول لكم عليه كده، بيجي معاه فرشه كده وبتحط على شفايفك. لا مش لطيف يعني بصراحه. بصوا بقى مع ان ده من بريتي وومن، وكان برضو سعره ب25 اهو. كنت جايباه من فتح الله اهو، اللي هو مات روج سايل مات 25 جنيه من بيت وومن، بس مش حلو جدا. الروج السايل يا جماعة مش لطيف. هو اي نعم بيقعد مدة اطول من ده، يعني اطول من الروج ده، بس بيضايق جدا، ما بحبوش بصراحة. جبت ده وما جبتش تاني. نرجع بقى لده. بصوا الروج ده، الروج ده حلو قوي وجديد جدا وفكرته حلوة جدا. الروج ده كده عبارة عن برضو روج سايل كده، بس ايه، بتحط على الشفايف وبعدين تستنيه لما ينشف وبعد كده تقشريه، بيبقى حلو جدا. لا ده فكرته لذيذة يعني، ده فكرته حلو قوي. اللي هو ايه، زي ما قلت لكم كده، بتحطوه على شفايفكم وبعدين حاجه سايله كده على الشفايف، وبعد كده بتقشري الشفايف، فبيقعد معاكي مده طويله وبيدي شكل الشفايف كانه طبيعي جدا، وبتاكلي وبتشربي وبتتعايشي عادي جدا. ده بصراحه جميل قوي. ايه تاني بقى يا روبي؟ في بقى ناس مش بتحب، او دلوقتي ما عادش بتستعملي الحاجات اللي هي الارواج دي، في ناس بتتضايق، ناس مش بتحب الارواج دي. في ناس بتفضل مورد الشفايف ده حلو جدا جدا جدا، بتحط على خدودك وعلى شفايفك، حلو قوي بصراحة. وبيفضل ده بقى احلى حاجة فيه مورد الشفايف ده، ان هو بيفضل مدة اطول من الروج. يعني الروج ممكن الاكل او الحاجات دي تتمسح، لكن المورد بيدي شكل طبيعي ويبقى معمول كمان من حاجات طبيعية. فانا لما جبت في جهازي جبت واحد من المورد ده، بصراحة بستعمله اكتر من الروج. جبت بقى هنا ايه، بصوا بقى الهايلايتر ده ده هايلايتر تمام اهو. هايلايتر قلم كنت جايباه برضو من بريتي وومن اهو. قلم حلو جدا بصراحة، بس مش قوي، لمعته مش قوية. يعني بصوا لمعته مش قوية،
لمعته مش زي اللي انا هوريهولكوا دلوقتي. بصوا بقى اللي انا هوريهولكوا دلوقتي لمعته احلى بكتير جدا. بصوا بقى ده تحفة تحفة تحفة. ده هايلايتر. بصوا اللمعة من قبل ما اعمل اي حاجة. بصوا اللمعة، بصوا بصوا اللمعة. طبعا الاضاءة مش باينة. بصوا اهي، لمعته جامدة جدا بصراحة. ده ما بستغناش عنه، حلو قوي. برضو ده بلاشر حلو بس مش احسن حاجة. بفضل المورد عن البلاشر ده، اللي هو بيبقى ده بيروح بسرعة اهو. وايه تاني يا روبي؟ هقول لكم دلوقتي ايه تاني. ده زي ما قلت لكم مش احسن حاجة، مع ان من بريت وومن معرفش ليه. ده برضو برايمر. برايمر طبعا بتحط قبل الميك اب. انا اسفة جدا على ايدي، بصراحة من كتر ما فتحت وقفلت الحاجات فبهدلت ايدي. بصوا بقى ده برايمر بيتحط كده قبل ما تحط الفاونديشن. هقول لكم نوع الفاونديشن اللي انا بستعمله او الفاونديشن الحلو يعني. ده برايمر اهو، ده حلو بصراحة، مش فارق يعني عن البرايمر الغالي. ده كان حلو برضو، كان سعره حلو اهو، حلو جدا اهو. بصوا بقى ده بقى من رويال. ده فاونديشن رويال، بيقعد 24 ساعة معاك. بصراحة هو حلو. ده انا بجيب الدرجة التانية، في منه الدرجة التالتة والاولى زي ما انت على حسب نوع بشرتك. بصوا انا جبت فاونديشن كتير جدا. جربت بي وجربت فاونديشن زوان، وجربت حاجات كتيرة جدا. ده رويال برضو من الحاجات الحلوة الكويسة اللي لو لقيتيها تجيبيها، حلوة جدا. طري على البشرة، ودي اهم حاجة، ان يكون طري على البشرة والبشرة بتمتصه وما يكونش بيطلع حبوب او حاجات من دي. اهو بصراحة حلو جدا. ده كنت جايباه تقريبا ب150، فبس يعني لذيذ مش وحش اهو. لو لقيته برضو زوان جيبه. لقيته بي حلو برضو، جيبوه. بصوا بقى انا ما عنديش غير الفرشة دي. انا مش من الناس اللي بتحب الفرش الكتير وليا في الميك اب كتير، بس الحاجات الحلوة بقول عليها حلوة. بصوا الفرشة دي حلوة قوي. بصوا ملمسها ناعم جدا جدا جدا، حلوة قوي. مش فاكرة دي كانت بكام بصراحة، بس لما تيجوا تجيبوا فرش جيبوا الفرشة لوحدها، يعني كل فرشة لوحدها. ما تجيبوش البالت اللي هي الكبيرة، بيبقى الفرش فيها مش حلوة خالص، وتبقى ناشفة وما بتتعرفيش تتحكمي فيها. بصوا الفرشة دي، بصوا اهم حاجة تكون ملمسها طري كده وناعمة جدا جدا على على بشرتك. فجيبوا الفرش تكون كل واحدة لوحدها، ما تجيبوش الفرش اللي هي كذا واحدة مع بعض، دي بتبقى بايخة جدا. وبرضو المسكرة دي حلوة قوي. ومسكرة برضو ام ان حلوة قوي. برضو دي حلوة جدا بصراحة، ومش من النوع اللي بتهبب كده على الرموش وبتبوظ الرموش والحاجات دي. ه- هفتحها واوريها لكم. بصوا الفرشة بتاعتها هي حلوة اهي، مش بتهبب ولا بتبهدل البشرة، ولا بتبهدل الرموش ولا اي حاجة خالص. من الحاجات برضو الحلوة اللي جبتها هو الروتانا. ده نوع كده كحل حلو قوي، وكحل ام ان برضو لا غنى عنه يعني. ده برضو حلو. جبت بقى ملمع. جبت ده ملمع للشفايف. ده ملمع شفايف مفهوش لمعة، يعني سادة جدا يعني. ده بس كده تحطيه فوق الروج، تحطيه فوق الروج بيبقى حلو قوي. وجبت ده فيه لمعة، يعني ده لو انت ما عندكيش الروج فيه لمعة بتحطيه فوق الروج بيبقى حلو جدا جدا، ويبقى فيه لمعة كمان من هنا. فبصوا فحلو اوي بصراحة. ده اللي هو مفهوش لمعة، وده اللي فيه لمعة اهو. ده بريت وومن. وده ده مش عارفة ايه بالظبط، اسم مش واضح، لكن ده ليب جلوس.
ده ليب جلوس وده ليب جلوس، تمام، اللي هو ملمع الشفايف. هنا بقى ده من الحاجات اللي كنت جايباها في جهازي، وهو هيمالايا الكريم. عايزه اقول لكم حلو جدا جدا جدا، استعماله لذيذ جدا على الشعر. برضو من الحاجات الروعة روعة الروعة، اللي انا لما نزلت كنت مصوراه في مشتريات في حاجات جهازي، ناس كتير قوي نصحوني بيه بصراحة، حلو جدا وقالوا له ده حلو. ده بزيت اللوز الحلو اهو. ده زيت كازانوفا، حلو جدا بصراحة، مش فاكرة كان بكام، بس حلو جدا 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 وبينعم، وبتحط حبة صغننين جدا بيدوا فرق في شعرك، حلو قوي. بس دي الحاجات اللي انا جبتها، او دي الحاجات اللي استعملها كان حلو بالنسبة لي، وسعرها مش غالي، واسعارها حلوة جدا. والحلو قلت عليه حلو، والوحش بقول عليه وحش. وبتمنى يكون الفيديو ده فيه افادة لكل عروسة، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جديد، ومع السلامة.